ممنهجة معمولة على كلاب الشارع وكلهم بيشيروا نفس الصورة بنفس الكابشن بنفس السكريبت والحاجات دي. احنا متعودين بنشوفها في الكورة، بنشوفها في السياسة اللي هي الصفح اياها والاكونتات اياها اللي تلاقي الاسم غريب وكفر فوتو وابو الهول والبروفايل بيكتشر صورة عربية، وتلاقي عنده زيرو فريندز، وتلاقي اسم الاكونت اللهم بارك بنت خالتي، اللهم بارك لي في جوز عمتي. لكن في حاجة زي دي هو الهدف منها ايه؟ فمن الاخر سكه ودغري، هل ده اتجاه من الدوله عشان لما البلديه ترجع تسم كلاب الشارع تاني يبقى ساعتها الذعر دخل في قلوب الناس فالناس تتقبل؟ ما هو من كتر بقى ما هيشوفوا البوستات دي، وتلاقي البوستات دي كمان الاكونتات اياها بتخش تعمل كومنت عندها، ده انا ابني اتعض اول امبارح، ده انا عيالي خايفين يروحوا المدرسه، ده جري ورا اولاد البواب. فانت بتمهد لي عشان بعد كده الناس لما تنزل تلاقي كلاب الشارع عندها كلها مسمومه، يقول لك ما والله ما برضه عندهم حق، ما الناس بتشتكي. الكلب المسعور بيعيش لوحده، فده انك تنزل لي صوره 10 كلاب تقول لي ال10 مسعورين، مفيش حاجه اسمها كده. طيب حته بقى ان انت تيجي تقول لي يعني استنى لما يعضوا حد، هو الاحتماليه دي موجوده في اي مخاطر في الحياه. يعني لو هنمشي بمبدا اللي هو على سبيل الاحتياط، حبيبي ده روح. وهنا بقى ياخدني للنقطه الثالثه، هو ايه موضوع الشباب بتاعت الرفق بالحيوان الفرافير؟ لا حبيبي ده كلام ربنا، هو مش احنا اللي اخترعناه. يعني مش احنا اللي جينا فجأة في 2025 قررنا اللي هو ايه، لا الكلاب دي والله احنا حاسين ان هي مخلوقات حية، لا لا بلاش بلاش يا جماعة نقتلها. هي ايه الشباب بتاعت ولا وتلاقي دايما نبرة الاستهزاء، ويبقى في نبرة طبقية، مش عايز اقول كلام يضايق حد، نبرة الجوع بقى بتاع اللي معاهم فلوس زيادة يجيبوا دراي فود، شباب المعادي والرحاب ومدينتي وزايد. يعني حتى نبرة ايه علاقة ده بأي حاجة؟ وتاني الرفق بالحيوان ده ربنا، هي مش حاجه اخترعناها، مش حاجه ترند احنا طلعناها في 2025، لا اللي انت بتعمله بقى ده اللي غريب مش احنا. اللي انت بتعمله ان يبقى في حملات ممنهجه عشان نقتل مخلوقات ربنا خلقها، حبيبي انت اللي غريب مش احنا. هو انا اللي اشكك فيك؟ هو انا اللي اجي اقول لك انت بتاخد كام على البوستات دي؟ مش انت اللي تيجي تقول لي انت تبع ايه ومش انت اللي تبع مين؟ وتاني حتى اللي يجي يقول لك ايه، ما هو لو الحيوان بيأذي فربنا، لا ده الكلب المسعور، تاني ده الكلب المسعور. ففكره ان انا هسمه اصل بيقعد لي على كبوت العربيه وبيخربشها يؤسفني اقول لك ان روح اسال اي شيخ في زاويه، حتى مش في جامع، شيخ لسه متخرج من الازهر امبارح، هقول لك لا ده مش الاذى اللي انت تقتل بيه مخلوق من مخلوقات ربنا اصل بيخربش لي كبوت العربيه. انك تيجي تقول لي اصل العيال بيخافوا من المنظر لما بينزلوا، فبرضه هرجع لك تاني، فنسمهم على سبيل الاحتياط، تقتلهم على سبيل الاحتياط. وتاني ده مش كلام فرافير، ده مش كلام ناس معاها قرشين، ده كلام ربنا.